طلاب الإخوان بجامعة القاهرة يعتدون على قوات الأمن بالمولوتوف واشتباكات عنيفة في محيط مديرية أمن الجيزة. الحقيقة النهاردة وأنا بشوف على التلفاز قبل ما أقرأ الخبر، وأنا بشوف النهاردة على التلفاز وعلى المحطات الفضائية مختلف المحطات، قاعد بشوف الولاد اللي هم طلاب جامعة القاهرة هم خارجين بطريقة همجية من الجامعة وبشكل منظم جدا، النبل في ايديهم، الخرطوش في ايديهم بيضربوا بيه علني على المرة في الشوارع، ثم بعد كده لما اتدخلت الشرطة تعرضوا للداخلية بنفس الموضوع بالشماريخ وما الى ذلك من الاشياء التي يستخدمونها في مظاهراتهم التي يرهبون بها المرة ويرهبون بها الآمنين ويرهبون بها الشعب. وكل ده الغباوة هي الغباوة، متصورين ان كل اللي بيعملوه ده هيرجع الخاين العميل الجاسوس المتخابر الذي باع عرضه محمد مرسي القابع في سجن برج العرب. طلاب الإخوان بجامعة القاهرة اليوم اشتبكوا مع قوات الأمن أمام الباب الرئيسي للجامعة بقنابل المونة والمولوتوف، وقعت اشتباكات وإصابات وصلت إلى 8 إصابات وحالة وفاة واحدة. ده الفيديو اللي مع حضراتكم على الشاشة، ده نقلا عن اون تي في. الفيديو ده زي ما حضراتكم شايفين بيوضح الهمجية اللي هم بيعملوها. زي ما انتم شايفين الولاد هي بتحدف بالطوب، يعني هم مفكرين نفسهم في غزة وبيضربوا على إسرائيل. روحوا يا حبيبي انت هو على اسرائيل، المعبر يتفتح فورا ليكوا يعني. وعشان كمان نشوف على القدس رايحين شهداء بالملايين. احنا كنا بنسمعها من صفوة حجازي، ما هو صفوة حجازي ما اسموش صفوة، اسمه صفوة، يعني اسم على مسمى الحقيقة يعني. عايزين نشوفكم بقى كده زي صفوة، زي صفوة عفوا، ولا هتبقوا صفوة؟ اختاروا بقى صفوة ولا صفوة. عايزين نشوفكم كده على القدس رايحين شهداء بالملايين. انا مش فاهم انتوا بتحدفوا طوب على مين؟ النهارده طلعوا في مظاهرات في اكتر من مكان، وخاصه او على وجه الخصوص في الجامعات. جامعه القاهره كانت مشتعله زي ما حضراتكم شفتوا طول اليوم. احنا معانا الزميل هاني محمد مراسل اليوم السابع من جامعه القاهره. مساء الخير استاذ هاني. زميلي هاني مساء الخير. النور يا فندم مع حضرتك. النهارده مره واحده لقينا جامعه القاهره قادت نار، ايه الحكايه؟ هو بالفعل ابتدى طلاب الاخوان تنظيم مسيره خرجوا بيها اتجهوا لمديريه امن الجيزه، ومن ثم اطلقوا الالعاب الناريه والمولوتوف على قوات الامن المتواجده بمحيط المديريه. وبدات قوات الامن في التعامل معهم بالقاء قنابل الغاز لارجاعهم مره اخرى الى الجامعه، وبدات الاشتباكات. اصبح يعني محيط الجامعه شهد حاله من القر والفر واستخدام كثيف للغاز من قبل قوات الامن، واطلقت بعض الاعيرة الخرطوش الهباء، ووقع حتى الان حالة وفاة وعلى حسب كلام وزارة الصحة و11 مصاب. طيب 11 ارتفعت الاصابات من 8 ل 11 لحد ساعة بس كانوا 8 بالظبط. هو الان وفاة، حالة وفاة واحدة. حالة الوفاة من طلاب الجامعة ولا احد المارين بالشارع؟ من خارج الجامعة. من خارج الجامعة. له علاقة بالمسيرة او بالحكاية اصلا؟ ما هو في الصباح الباكر انضمت لهم مسيرات من الازهر، من جامعة الازهر، وانضمت ايضا من طلاب مدرسة السعدية. كانوا منظمين وقفة امام المسلة، امام طلاب السعدية اللي دخلوا الاسبوع اللي فات يولعوا في كلية الحقوق. بالظبط يا فندم. الاخبار ايه عندك في محيط الجامعة وداخل الجامعة؟ هادي تماما الان، والامن الاداري بدأ بالفعل باخلاء حرم الجامعة من الطلاب. وقوات الامن الان تمشط المنطقة المحيطة بالجامعة، وبدأت الاوضاع تعود الى الهدوء مرة اخرى. الامن الاداري ما عرفش يتعامل معاهم خالص؟ لا، كان طول ما طلبة الاخوان بره الجامعة الامن الاداري ليس له علاقة بالموضوع. داخل الجامعة على قد ما بيقدر بامكانياته، يعني هو زي ما احنا عارفين اللي هو غير مسلح بالمرة. ما بيقدرش يعمل حاجة غير لو فض مثلا مناوشات بين الطلبة وبعضيها. رغم ان صعب على الامن الاداري. استاذ هاني، رغم ان في حكم محكمة الامور المستعجلة بان عودة الحرس الجامعي مرة اخرى للجامعات، الا ان الامن ما بيدخلش الجامعة خالص. الامن الان بينتظر طلب من رئيس الجامعة فقط لدخول الجامعة. رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة كان موقفه ايه من تظاهرات اليوم وما حدث اليوم وتكسير كاميرات المراقبة اللي على البوابة الرئيسية في الجامعة؟ هو تكسير كاميرات المراقبة كل يوم يتظاهر طلاب الاخوان فيه، يقوموا بتحطيم جميع كاميرات المراقبة على الابواب الرئيسية، ولم يتخذ
انتصار حتى الان اي موقف. طب امال ايه، هم بيقولوا ان هم بيتظاهروا علشان الافراج عن زمايلهم المحبوسين، وكمان اعتراضا على فصل البعض منهم من المدن الجامعيه ومن الجامعه نفسها. طبعا تمام. هو كل تظاهراتهم النهارده كمان كان في تظاهره كانت للتنديد بحكم الاعدام على 529 من المنيا. فكان هو احد اسباب اشتعال الازمه اليوم. انا لسه بقول ان دي اليافطه اللي خدوها النهارده عشان يطلعوا بيها يعني. بالظبط، هو ده فعلا اللي حصل. جواز المرور بتاع الحجه بتاع النهارده يعني، مع ان الحكم يعني انا شفت احد اهالي الضحايا وهو بيتكلم بيقول لك ان الحكم، احنا معانا الفيديو وانت بتتكلم معايا، بعرض الفيديو بتاع الاشتباكات امام البوابه الرئيسيه للجامعه. يعني وبعض المحامين قالوا لك ده حكم لسه هياخد نقطه هيتنقض يعني. وغير كده هو حكم غيابي كمان يعني، كل وغيابي المتهمين غير متواجدين، وكل معظمهم هاربين يعني. بالظبط. الزميل هاني محمد مراسل اليوم السابع بمحيط جامعه القاهره، اشكرك جدا.